صوت الصحافة، نبض الخبر. يستعد المنتخب السعودي لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال أقل من 40 يوما، وسط ترقب لحسم هوية المشرف على جهازه الإداري، حيث طلب فهد المفرج الرئيس التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال مهلة لا تقل عن أسبوعين لإغلاق ملفاته مع ناديه قبل الالتحاق بالأخضر. ورغم تقديم المفرج استقالته رسميا من منصبه في الهلال تمهيدا لهذه المهمة، إلا أن إدارة المنتخب وجهت إليه ردا حاسما بضرورة تحديد موقفه النهائي قبولا أو رفضا في أسرع وقت ممكن، نظرا لضيق الجدول الزمني الفاصل عن انطلاق المونديال. وفي حال تعثر المفاوضات مع المفرج أو عدم قدرته على الالتحاق الفوري، تقرر استمرار صالح الداودي في منصب مدير المنتخب حتى نهاية كأس العالم، على أن يبدأ المفرج مهامه الإدارية رسميا عقب ختام البطولة، بينما يعود الداودي حينها إلى موقعه السابق كمشرف عام على مراكز التدريب الإقليمية بالأحياء. وتأتي هذه الترتيبات لضمان الاستقرار الإداري وتجنب أي فراغ في القيادة التنفيذية للفريق خلال المرحلة الحرجة التي تسبق السفر للمشاركة العالمية. وعلى الصعيد الفني تأتي هذه التحركات الإدارية بالتزامن مع مرحلة انتقالية جديدة يقودها المدرب اليوناني جورئيس دونيس، الذي تعاقد معه الاتحاد السعودي لخلافة الفرنسي هيرفي رينار المقال بسبب سوء النتائج. ويسعى دونيس مدرب الخليج السابق إلى ترتيب أوراق المنتخب فنيا في وقت قياسي، ليتكامل عمله مع الجهاز الإداري الجديد في رحلة البحث عن ظهور مشرف للكرة السعودية في المحفل العالمي المرتقب. صوت الصحافة، نبض الخبر.